وحشتوني والله العظيم، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. كل سنه وكلكم طيبين. بعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. ما قدرتش ما اطلعش، يعني انا كنت عماله اقول خليني اطلع لكم اخر رمضان، ما قدرتش ما اطلعش اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه يا رب وانتم معايا. وعيلتنا بتكبر كل يوم عن اليوم اللي قبله. تعالوا نعمل مع بعض توتوريال خفيف شيك مناسب لرمضان وخروجات رمضان وعزومات رمضان، رايحين او جايين في رمضان. هيكون حاجه شيك وسيمبل جدا، وكمان هتكون مناسبه. واللي هم هيحتاروا فيكي انت مش حاطه حاجه زي ما بنعمل كل سنه، بس السنه دي هعمله بطريقه مختلفه شويه كل خطواته عشان ما حدش يحس خالص ان انت حاطه حاجه. اول حاجه عايزه اوريها لكم وكمان استخدمها، عايزه استخدم التونر والميسلر ووتر ده، وكمان منظف الميك اب ده من عند هديل، ده اللي فيه اويل يا جماعه. ليه ده؟ لان ده بيسيب لي بشرتي مترطبه، فبضرب عصفورتين بحجر واحد، بيخلي البشره مترطبه لوقت طويل جدا، وفي نفس الوقت بينظف البشره حلو جدا، وبيشيل منها اي شوائب، اي بقايا ميك اب، اي حاجه موجوده على البشره. كمان هو حجمه كبير جدا، هاخد منه يا دوب، هم قايلين 3 نقط بس انا بزود شويه صغيرين. خطير وملمسه واحساسه على البشره تحفه. نضف بيه البشره كده. عايزاكي تاخدي بالك البشره بمجرد ما بمسحها بيه بيبقى فيها نضاره كده وفيها لمعه. لا خطير، بحبه قوي بصراحه. عايزه اقول لكم ان انا واخده شاور وغاسله وشي كويس جدا جدا بالغسول المناسب ليها، ورغم كده القطنه مش هتكذب. بصوا اخي ايه ده؟ اقول لكم ان هو حجمه كبير جدا جدا، النقطتين منه بينضفوا البشره جدا، واحساس ان البشره مترطبه. بصوا يعني انا حاسه ان انا خلاص بشرتي اوريدي مترطبه. كمان بقى ان هو اقوى مزيل ميك اب ممكن تجربيه في حياتك، بيشيل كل الميك اب الوتر بروف، وحتى الميك اب اللي بيكون صعب ان هو يتشال بيشيله بمنتهى السهوله بصراحه. فانا حبيته جدا. بما ان بشرتي مترطبه وفيها احساس اويلي شويه، فانا هعمل شيفنج وانضف البشره كلها. ايه العفشه دي؟ هبتدي اعمل شيفنج كده. طبعا انا بعمل شيفنج على بشره اوريدي مترطبه، بالراحه جدا وبايد خفيفه، وهبتدي اعمل شيفنج للبشره كلها. هاخد دقني سريعا كده. اقول لك فايده الشيفنج ايه. الشيفنج مش بتشيلك الشعر الوبري بس الموجود في البشره، لا، الشيفنج كمان بتبتدي تشيل معاكي طبقه من الجلد الميت الموجود على البشره. لما تيجي تعملي ميك اب او لما تيجي تحطي ميك اب تكون البشره معاكي سموز وناعمه وشكلها الطف كتير لما بنشيل الطبقه الوبريه اللي موجوده على البشره، وكمان بنشيل طبقه الجلد الميت اللي موجوده على البشره. بس اوعي تعملي شيفنج على بشره ناشفه، خلي دايما البشره مترطبه او فيها حاجه اويلي، وابتدي اعملي الشيفنج بتاعك عليها. بالشكل ده نضفت بشرتي، مش قادره اقول لكم انا كنت عامله ازاي. كده هاخد نقطتين من التونر ده تاني كنوع من انواع الترطيب يا جماعه، وهبتدي امسح بيه البشره تاني. بمجرد ما بحطه على بشرتي بحس احساس قمر قوي ان البشره خلاص سموز وناعمه ومترطبه وخطيره. بالشكل ده همسح بيه البشره كلها كده، ومهما همسح بيه هيطلع برضو بلاوي زرقاء. خطير وبينظف البشره حلو جدا جدا جدا، واقوى مزيل ميك اب ممكن تجربوه. عايزه اقول لكم كمان ان هو في منه نوعين، في النوع البينك لكل انواع البشره، في النوع اللي فيه اويل ده، وفي نوع من غير اويل خالص اللي لونه بينك. حدث ولا حرج، دي بشرتي بنمشاتي بتسبغاتي بكل حاجه عليها. لو عايزه احط حاجه وما يبانش قوي ان انا احط حاجه، هلجا دايما لكونسيلر يكون درجته غامقه. هبعد تماما عن اي كونسيلر فاتح، انا هحط درجه كونسيلر غامقه تبتدي تكنسل معايا كل المشاكل دي. بالشكل ده كده هو كل اعتمادي هيكون على الكونسيلر فقط. بصوا بقى الكميه كمان هتفرق معايا جدا يا جماعه. انتوا واخدين بالكم انا ما حطيتش البتاعه دي في الابليكيتر تاني، يعني ما حطيتهوش هنا تاني، لا، هو شويه الكونسيلر اللي طلعوا هم دول اللي احنا هنعتمدهم. وابتدي افرده اكتر واسيبه ينشف شويه عشان يديني تغطيه اعلى. بالشكل ده خدي بالك من الجوانب دي، اهو اهو اهو. هو الكونسيلر اللي طلع، مش هطلع كميه اكتر من كده، ومش هاخد في وشي كميه اكتر من كده. التريك هنا في ايه بقى؟ سيبي الكونسيلر ده ينشف شويه يديكي تغطيه اعلى، واعملي حاجه تانية.
الخطوه الجايه انت وذوقك. يعني ايه انت وذوقك؟ يعني عايزه تبني كيوت وناتشرال وبتاع، اختاري بلاشر على بينك. عايزه تباني حاده شويه، ممكن تختاري بلاشر على نود. انا هاخد بلاشر على بينك عشان انتوا عارفيني طبعا انا كيوت قد ايه. هاخد منه نقطه بس كده، وهبتدي احطها هنا الاول، وبعدين احطها هنا، شايفين؟ وهرفع الخد بتاعي كده على فوق، والناحيه التانيه هرفع الخد بتاعي على فوق بالشكل ده. اروح ادمج ده الاول، هدمج البلاشر كده وهرفعه على فوق. كل ما رفعتي البلاشر على فوق كل ما بنتي كيوت اكتر، وخدك اترفع اكتر، ووشك مصحصح اكتر. دي درجة البلاشر اللي انا استخدمتها، والبلاشر اللي انا استخدمته ده من عند هديل برضو بالشكل ده كده، وحبة هنا. احنا كل ده ما دمجناش الكونسيلر، ها اهو. والله العظيم هبقى قمر دلوقتي. بصي بقى التركايه الاحسن اللي هتخلي بشرتك سوفت اكتر، البيوتي بلندر بتاعتك اي رشه فيكس. نوها ما عنديش فيكس، اي رشه ميه ورده حبيبه قلبي ومش هتقول لا. اديها رشه كده، ارجعي اعملي بلند للكونسيلر بتاعك بايد خفيفه. بصي بقى ده بيخلي الكونسيلر حته من لون بشرتك، هيخليكي مش حاطه ميك اب خالص، وحتى كل اللي هيشوفك محدش هيعرف ان انت حاطه ميك اب اهو. بقى ان احنا كمان رمضان السنه دي في دراسه، مش قادره اقول لكم وقت رمضان صغير ازاي. بتعملوا ايه في رمضان؟ يومكم بيمشي ازاي؟ بحس ان يومي بعد الفطار خلص خلاص، بمجرد ما فطرت اكلت انتخت، ما بقتش قادره اعمل اي حاجه. بقى عندي 90 سنه عايزه بس اقعد كده وما اعملش اي حاجه في حياتي. بتنظموا وقتكم ازاي في رمضان؟ ويومكم بيمشي اصلا ازاي في رمضان؟ وتابعتوا كمان مسلسلات ايه في رمضان، ولا عاملين زيي انا ما تابعتش اي حاجه وما بتفرجش على اي حاجه؟ قولوا لي لو في اي حاجه حلوه 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 موجوده في رمضان، قولوا لي اتابعها. اجيب الفرشه الفاضيه فاضيه ما فيهاش اي حاجه، اللي كنت بدمج بيها البلاشر، وبحطها على المكان بتاع البلاشر، بصحصح بيه الخد تاني، وبدخله على اطراف العين. اقول لكم ان انا بعد الخطوه دي بجيب كومباكت باودر، اي كومباكت باودر انت بتحبيها، وببتدي اخد كومباكت باودر كده وبثبت البشره كلها كده. متخيلين انا بعمل ايه؟ مفيش طبقات، مفيش لايرز كتير، مفيش اي حاجه خالص بالشكل ده. وابتدي ثبتي البشره كلها، واتحداكي لو حد اصلا حس ان انت حاطه حاجه. عندك حل من اتنين، لو حواجبك كثيفه وفيها شعر كويس تسرحي حواجبك بس كده، لو ما عندكيش فيها مشكله وما عندكيش فيها فراغات، بمجرد ما هتسرحي الحواجب كده عشان تنطري بس من عليها، لو اي باودر جت عليها ولا اي حاجه الموضوع بينتهي. طب في حاله يا نهى ان انا عندي فراغات ولازم ارسم حواجبي ولازم احط جل، ما تعمليش كده خالص خالص. هاتي قلم، والاقلام دايما بتكون خفيفه، وامسكي القلم بتاعك، وقبل ما تعملي حاجه بيه ابتدي مشيه مشيه خفيفه كده على ايدك يمين وشمال، عشان لو بيطلع معاكي بقوه لون، قوه اللون دي تطلع الاول في ايديكي، وبعد كده ابتدي املي الفراغ بس. يعني انا هنا بدور فين الفراغ اللي موجود، وهبتدي املاه بالشكل ده. انا مش عايزه ارسم الحاجب خالص بالشكل ده اهو، وبايد خفيفه قوي. شايفه انا بعمل ازاي؟ وبحركات كمان عشوائيه جدا كده. اول ما تعملي كده سرحي على طول الحاجب بتاعك، خلي كل البرودكت تدخل في بعض وتدخل في شعر الحاجب نفسه بالشكل اللي انت شايفاه ده. في فراغ صغير هنا اهو شايفينه، هبتدي املاه بالقلم بالراحه جدا. وتحسن تستخدمي اقلام، ما تستخدميش جل ولا تستخدمي باودر، هو قلم ويكون لونه مناسب للون حواجبك، وابتدي املي بيه فراغات الحاجب اللي موجوده. القلم اللي انا بستخدمه ده بنات حلو جدا وكوري وسعره رخيص، موجود عند لوجي، هسيب لكم برده اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن بوكس. ودرجته خطيره للبنات اللي شعر حواجبها اسود، الدرجه بتاعته اسبريسو كده، جميله للبنات اللي شعر حواجبها اسود، مش بتحولك لظريفه ولا اي حاجه، بالعكس لونه حلو قوي بالشكل ده. ابتديت املى فراغات بايد خفيفه جدا، وهقلب القلم الناحيه التانيه، وهاخد الفرشه بتاعته، هبتدي اسرح ادخل البرودكت في الشعر بتاع الحاجب نفسه بالشكل ده. لو انت عايزه حواجبك تبان لاخر وقت ان هي ناتشرال وطبيعيه وما فيهاش حاجه ومش متحدده، مش هتيجي جنبها بعد الخطوه دي. طب لو انا بحب حواجبي تبان
حاده جدا ان هي معموله وان انا تعبانه عليها، هبتدي انضف تحتيها بكونسيلر، وانا مش بعمل كده، انا بحبها تبان طبيعيه قوي بالشكل ده وما بحبش العب فيها تاني. هاخد البلاشر بتاعي لمسه بقى، لمسه كده، وهبتدي احطه في نفس المكان اللي انا كنت حاطه فيه البلاشر الكريمي، على اساس صحصحه بس، حته صغيره هنا كده، خصوصا ان انا ما عملتش كونتور للنوز، انا ببان طبيعيه او لا كونتور النوز بتاعي. يعني لو انا عامله ميك اب بحدد كونتور النوز بتاعي قوي، لو انا مش عامله ميك اب وباينه ان انا ناتشرال او طبيعيه بسيب مناخيري مقلبظه كده ومضيقه عليا المكان زي ما انتم شايفين. ده انا بحدده، يعني انت لما تشوفيني بصي على مناخيري، لقيتي مناخيري متحدده يبقى انا عامله ميك اب باين ان انا عامله ميك اب، لقيتي مناخيري مفرشحه كده اعرفي ان انا مداريه الدنيا وسايبالك مناخيري زي ما هي. الخطوه بقى معلش اللي انا مش بستغنى عنها خالص، الخطوه اللي انا بكريل فيها رموشي وبحط فيها الماسكارا من عند اسنس اللي هي اسمها لاش برنسس، وهكريل رموشي الاول بالشكل ده. هسيب رموشي لمده 5 ثواني بس، لان انا كده كده ما عنديش رموش ورموشي خفيفه جدا، فبحاول ان انا اعمل لها كيرل وبعد كده احط عليها على طول الماسكارا بالشكل ده. مين زيي بيحب الماسكارا دي؟ الماسكارا دي انا بقالي سنين سنين حرفيا ما غيرتهاش، ومهما بغيرها مثلا او بركنها شويه برجع لها تاني. وهسحب الرمش شويه على بره كده. بصوا فرق الماسكارا بجد، ده حطيت كوت واحد ماسكارا. تعالي بقى اقول تركايه هتخلي بشرتك هيلسي وجلوي وفي نفس الوقت حلوه جدا. هجيب درجه هايلايتر ما تكونش فاتحه، درجه هايلايتر تكون وسط، اعتمدي كل حاجه في اللوك ده ما تكونش فاتحه، الكونسيلر مش فاتح، درجه الهايلايتر بتاعتك مش فاتحه. هاخد درجه هايلايتر، الهايلايتر اللي هستخدمه ده من عند اوفيس الدرجه دي رقم 2. بصوا بقى هعمل كده بس خلاص، وهبتدي امشي على البشره كلها كلها يا نهى يا روح قلبي كلها، ومش هاخد تاني، هو اللي انا عملته ده بس ومش هاخد منه تاني اهو، وبفرشه كبيره ومشيت على البشره كلها. بصي كده شكل البشره من بعيد عامل ازاي، خطير. بجيب اي ليب لاينر وبحدد تحديد خفيف، انا مش عايزه احدد تحديد اوفر، انا عايزه احدد بس رسمه شفايفي السايحه على بعض دي كده اها. بالشكل ده احدد بس شكل شفايفي. وهنا بجيب تنت، وبجيب تنت يا جماعه مش روج، وباخد منه نقطه نقطه كده بايديا وابتدي امشي بيها على شفايفي كده. انتوا واخدين بالكم نقطه التنت اللي انا حطيتها عملت ايه في شفايفي؟ التنت اللي انا استخدمته ده بتاع بنوته اسمها شهرزاد، هسيب لكم برده اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن بوكس. انا خدت منه يا دوب نقطه على صبعي وابتديت اوزع. حبايبي كده اكون اقصى طموحي في الحياه ان اعمل ميك اب في رمضان، او ميك اب استقبل بيه حد، او ميك اب اكون رايحه زياره عند حد وعايزه بس اعمل شويه رتوش خفيفه ان انا اظبط بيهم بشرتي ويبان شكلي هيلسي وفي نفس الوقت يبان شكلي طبيعي جدا. مش هعمل اكتر من كده. وكده اقدر اقول لكم كل سنه وكلكم طيبين ورمضان كريم، ويا رب يا رب يا رب دايما متجمعين مع بعض في الخير. ولو عجبك الفيديو حبيبه قلب خالتك ما تنسيش تعملي بلايك وشير وسبسكرايب، وتسيبي لي رايك في الكومنتات، وتسيبي لي بوسه كبيره في الكومنتات، وهستنى اعرف منك انت بتعملي ايه وانت خارجه. لو في تركايه بتعمليها وانا مش بعملها تقدري تفيديني وتفيدي بنات خالتك بيها تحت في الكومنتات، واشوفك على خير في فيديو جديد ان شاء الله.